ان اي لايف ستايل حتى لو انا بشتغل في الحقل ممكن يبقى شكلي حلو. ده من وجهة نظري يعني. ومن العلم ما صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله واللبس المستعمل والرسم على الهدوم وحاجات مختلفه كتير. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب وممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها. ما اعرفش عملت كده ليه. فولو ليا على انستجرام وتيك توك وحابين تشوفوا كونتنت مني خلال الاسبوع، وكمان تعملوا لايك وشير الفيديو ده لو عجبكم وحاسين انه هيفيد حد تاني. تتفقوا او تختلفوا مع الستايل بتاعي؟ السؤال ده كتير قوي بيتسأل. ازاي نقدر نلاقي البيرسونال ستايل بتاعنا او الستايل الشخصي بتاعنا؟ وفي ناس كتير قوي بتقعد تبعت لي اللي هو ايه، انا بحب الستايل بتاعك جدا رغم اني عمري ما البس كده. ودي هي النقطة اصلا. عادي انك تحب حاجة بس ما تلبسهاش عشان ده مش ستايلك. كلنا بنحب حاجات كتير جدا ومتخيلين ان ده الستايل بتاعنا، ونيجي نقعد نجربها نحس اللي هو لا، احنا لسه برضو مش حاسين ان ده احنا. يعني انا كتبت كده نقاط كتيرة قوي، 10 نقط عشان ابقى دقيقة، عشان انا ممكن ازعم ان انا يعني شخص الستايل بتاعي واضح كونسيستنت او يعني متكرر الى حد ما، باين هو انا بحب ايه وباين درجات الالوان بتاعتي. الناس مثلا لما بتشوف لبس معين بتبعت لي تقول لي انا اول ما شفته قلت ده نوران على طول. هو ده بيرسونال ستايل، انك اول ما تشوف قطعة او لون او حالة او حاجة تحس ان دي شبه شخص معين قوي، فبالتالي الشخص ده معناه ان هو عنده بيرسونال ستايل او ستايل شخصي. فتعالوا بقى ندخل في انا معرفش بشمر ليه. ماشي، اول نقطة هتفاجئكم. رقم 1 اللايف ستايل. قبل ما ندور على البيرسونال ستايل او الستايل الشخصي بتاعنا لازم نشوف احنا ايه اللايف ستايل بتاعنا. طب يعني ايه لايف ستايل واصلا هيفيد بايه؟ لايف ستايل ده يعني احنا عايشين ازاي، بنروح انهي اماكن، بنشتغل ايه او بندرس ايه. كل ده هيحدد لبسنا. ودي حاجة مهمة قوي لان في ناس كتير قوي بتحب لبس معين بس ممكن تشتريه وتركنه في الدولاب وما تلبسهوش لان هو مش مناسب لللايف ستايل بتاعها. يعني مثلا شخص بيروح اوفيس، شخص بيروح مكتب كل يوم لازم يلبس فورمال، بيقابل عملاء كتير لازم يلبس بطريقة معينة، الوان معينة، لازم يلبس كعب، لازم مش عارف ايه. وهو بيحب اللبس الكاجوال قوي البوهو. حتى لو احنا بنحب لبس معين بيحكم شوية ايه اللبس اللي احنا بنلبسه. او مثلا انا طالبة بروح الجامعة وبحب قوي اللبس الفورمال واللبس اللي هو مش براكتيكال، مش عملي، وبقعد اجيب حاجات مش عملية خالص، جيبات ضيقة وبنطلونات مش عارفة عاملة ازاي وحاجات مثلا بتلمع قوي، وكل ده انا بحبه بس فعليا هو مش مناسب لللايف ستايل بتاعي. مش معنى برضو ان انا عندي لايف ستايل معين اني احرم نفسي من حاجات انا بحبها البسها مثلا في مناسبات معينة في الويك اندز كده، بس هو ده اللي هلبسه في الاغلبية. لو انا مثلا بروح اوصل المدرسة وتمارين ومش عارف ايه لازم برضو البس لبس براكتيكال، ومش معنى كل ده انه مش شيك، بس انا هلبس لبس حلو بيعبر عني بس يليق على اللايف ستايل بتاعي. وعلى فكره مش معنى ان اللايف ستايل بتاعي اي حاجه معناها ان انا اطنش لبسي. طبعا اللي عايز يطنش لبسه ومش اصلا مش انترستد براحته خالص، اهم حاجه يبقى مبسوط. قصدي يعني ان اي لايف ستايل حتى لو انا بشتغل في الحقل ممكن يبقى شكلي حلو. ده من وجهه نظري يعني. رقم 2 اركز مع الحاجات اللي بحبها. ودي ممكن تبقى نصيحة باينة بس مش باينة قوي، خليني اكلمكم عنها اكتر. يعني الكاتس بتاعة الهدوم، الالوان، درجات معينة، الخامات. اركز قوي مع نفسي انا ايه اللي بيجذبني في الهدوم. يعني مثلا هقول لكم مثال عن نفسي. انا بحب جدا الخامات زي مثلا الكتان، الخامات الطبيعيه. بحب الجلد الطبيعي بموت فيه. بحب قوي الباترنز اللي هي بتاعت الصالونات والسجاجيد وكده، لو في بنطلون او في فيست او في اي حاجه بلاقي نفسي بنجذب لها. بحب الحاجات اللي هي فينتج تبان قديمه شويه من مثلا عصور مختلفه. بحب القمصان جدا والقمصان بقالي سنين بلبسها من وانا في ثانويه عامه. مثلا انا عندي كميه قمصان بكميه خامات بكميه كاتس رهيبه، وهفهمكم برضو ليه حلو ان احنا نكرر الحاجات في دولابنا. بحب جدا البنطلونات الستيتمنت، يعني اي بنطلون فيه شغل كده، فيه تطريز، فيه لون، فيه حاجه. بحس ان انا بحب البس الحاجات الستيتمنت من تحت مش من فوق. يعني بنطلون جيبه كده versus مثلا توب، او عندي فيستس وعندي توبس يعني ستيتمنت، بس بحب اكتر
ان الاوتفيت بتاعي الستيتمنت يبقى تحت. بحب الجزم مثلا، بحب الكونفرس قوي، بحب الجزم الشانكي. يعني ركزوا مع نفسكم جدا جدا واعملوا لستة. يعني اكتبوا مثلا، اعصروا مخكم، اللي هو مش ان انتوا بتحبوا ايه على الناس، لا انتوا ايه اللي بيريحكم. مش بحب اتبع قوي حوار ايه انت جسمك كمثرى، جسمك ابل شيب، جسمك مش عارفه ايه فتلبسي ايه عشان يبقى شكله احلى. لا، انا رايي كل شخص مهما كان البودي شيب بتاعه، وزنه، طوله، شكله، لونه، اي حاجه، يسمع لنفسه، يطز في الرولز دي. لان انا ممكن اكون مثلا جسمي مثلا مش عارفه عامل ازاي، فعايزه بس انا شخص مش عايزه ابينه مثلا، مش عايزه اللي هو البس حاجات ضيقه تبين جسمي باحلى طريقه. عادي، انا حره، انا عايزه البس واسع. او انا مثلا شخص مثلا تخين ومش عايزه البس اسود وغوامق عشان ارفع، لا انا عاجبني شكلي كده. تالت نقطه، اكرر لبس واشتري حاجات زي بعضها. ودي ممكن تبقى نقطه غريبه بالنسبه لناس كتير قوي، وهتقولي ايه الهبل ده. يعني مثلا امهات كتير قوي بتقعد تقول لبناتها مثلا كفايه بقى اللون ده، كفايه بقى الشكل ده عندك كتير. وانا ماما كانت نفسها بتقولي كده وانا مراهقه، اللي هو ايه ده كله جراي، كله مش عارفه ايه. يعني مش هو ده البيرسونال ستايل، ان انا اقعد اغير كتير قوي واجرب حاجات كتير. عادي، ممكن اكون مثلا عاجبني لوك معين، بلبس اللوك ده ب100 ألف طريقه. زي ما انا قلت لكم مثلا قميص على بنطلون ستيتمنت مفتوح على تي شيرت وحزام واكسسوارز. ممكن يكون باين ان انا لبسي مثلا متنوع وكده، بس لو ركزتوا هتلاقوا في باترنز معينه في اللوكس بتاعتي شبه بعضها، عشان هو ده البيرسونال ستايل، هو ده اللي انا بحبه. لو لقيت نفسك بتنجذب لحاجه معينه دايما طول الوقت، اشتري منها فيرجنز مختلفه، لان هو ده اللي انت هتلبسه، هو ده اللي مش هيتركن في دولابك. اشتري اللي بحبه فيرسز اللي الناس بتحبه عليا. انا برضو اتكلمت شويه في النقطه دي. الناس بتحب قوي عليا اللبس الفيمينين، بتحب قوي عليا الفساتين. انا شخصيا بحبها كده كده وبلبسها ساعات، بس مش اللي الناس بتحبه عليا هتخليني اديفاين نفسي بالستايل ده لو انا مش عايزه. احلى حاجه في الدنيا كومبلمنتس. الناس مثلا تعجب بحاجه معينه فيك وتقول لك كلام حلو عن لبسك، عن شكلك، عن ذوقك. كلنا بنحب كده. الناس نفسها اذواق مختلفه، فانت هتحدد يعني الكومبلمنت دي جايه لك منين. من شخص طبعا ممكن يبقى ذوقه حلو، بس هل ده ذوقك؟ مش كل حاجه بنحب شكلها تنفع لنا، ودي نقطه مهمه جدا جدا، وبتوقع ناس كتير قوي في ان هم يشتروا حاجات، منهم انا طبعا، حاجات عجباهم بس الحاجات دي مش هيلبسوها تاني. انا كاتبه هنا في حاجات كتير بنكون متخيلين انها الستايل بتاعنا، بس احنا بنحب نشوفها بس ما بنحبش نلبسها. الصراحه انا برضو مش بقتنع قوي ان انا انصح الناس يبصوا على الاستاتيكس، او مثلا بصوا على الفيديوهات بتاعت، طبعا دي ممتعه قوي الفيديوهات بتاعت الاستاتيكس وكده والستايلز المختلفه بتاعت مثلا انت ستايلك بوهو، ولا ستايلك مثلا دارك اكاديميا، ولا ستايلك اولد ماني. سوري هفرد رجلي. ما انصحش الناس اللي هو تركز في حاجه زي كده بس وتحس ان هو لازم يحطوا لنفسهم قالب. طبعا في ناس بالنسبه لها بيبقى موضوع صعب ومش بيعرفوا هما بيحبوا ايه، بيتوتروا، بيحس ان هما لا احنا محتاجين حد ينصحنا ويقول لنا مثلا البسوا كذا كذا، ماشي. بس برضو ما تحطوش نفسكم في القالب ده قوي، اللي هو انا ستايلي كده بس. عادي، انا ممكن ابقى ميكس من حاجات كتير قوي. مش لازم انا ابقى الاستاتيكس بتاعتي او الستايل بتاعي حاجه معينه بس، او الالوان بتاعتي حاجه معينه بس، ما اطلعش منها. براحتي، انا ممكن ابقى كده بس، وممكن ابقى متنوعه والبس اللي احبه. وكل ما اكرر اللبس اللي انا بحبه كل ما هيظهر اكتر البيرسونال ستايل بتاعي. رقم 6، ابطل اسمع رأي الناس. رأي الناس حاجة جميلة، حاجة مهمة، ساعات بيبقى نقد بناء وجميل وبيرفعنا ومش بيهدنا لما يبقى نقد بناء. بس بالنسبة لي كشخص بيتسأل دايما ازاي نلاقي البيرسونال ستايل بتاعنا، اكتر حاجة بتساعدني ان انا اسمع لنفسي وما اسمعش قوي رأي الناس، حتى ولو الناس دول ناس قريبين مني، ناس بحب الستايل بتاعهم، ناس فاشنبل وستايلش جدا، اي حاجه، ناس عارفيني، كل حاجه. لاني اتحطيت في موقف كتير قوي، مثلا اني ابقى عاجبني بيس ويبقى معايا حد، وعادي احنا لما بنعمل شوبينج مع بعض احنا واصحابنا او مثلا اهلنا دايما بنسالهم ايه رايكم، حلو ومش عارف ايه. فانا الصراحه ساعات بتاثر باراء الناس. دلوقتي بحاول ما اتاثرش، اللي هو لو عاجبني حاجه فعلا هجيبها. ثقوا في نفسكم بربع جنيه، حاولوا تحطوا الايماجينيشن بتاعتكم او التخيل بتاعكم. انت فعلا مادام عجبتك، مادام متخيل نفسك لابسها، الشخص التاني ده مخه بيشتغل بطريقه مختلفه غيرك، الابداع عنده مختلف غيرك، مختلف عنك، فمش هيبقى متخيل انت هتلبسها ازاي. جيجي بتنونة، هروح افتح لجيجي واجي اكمل.
كنا فين يا جماعة؟ كنا فين؟ عايزة تقعدي على رجلي؟ رقم 7 بقى، وهي نصيحة استسهالية شوية كنت دايما بنصحها للناس وبقولها لهم بدل 6 نقط اللي انا قلته لكم دلوقتي. جربوا كتير قوي. حد بيسمع النصيحة دي بيقعد يقول يوه لسه هجرب، بس هي الصراحة نصيحة لازم تتحط، لان انا حقيقي جربت كتير قوي 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 لحد ما عرفت ان انا ابقى مرتاحة في ستايلي ومستمتعة بلبسي، وتقدروا تقولوا عندي بيرسونال ستايل قوي. هو انا من زمان، قولوا مثلا من 10 سنين، قولوا مثلا لا من اكتر من 10 سنين، من وانا مثلا في الكلية وانا ستايلي يعني عندي بيرسونال ستايل، والناس بتشوف وبتقعد تقول ستايلك مختلف، ستايلك غريب كده. بس ساعتها كنت لسه يعني كنت برضو لسه مش لاقيه اللي هو حاجة انا بموت فيها وبحبها. كنت ساعتها لسه بلاقي نفسي، بس بالتجربة كتير قوي قوي، والتجارب دي ممكن تبقى فاشلة. ما تخافوش ان انتوا تلبسوا اوتفيت غريب وفاشل. انا ساعات كتير قوي بلبس حاجات بعدين بقعد اقول لا 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 ده ما كانش حلو، لا ده ما كانش عاجبني. عادي، اهم حاجة ان انا اجرب كتير. بس موضوع اللي مش لذيذ ده يعني دلوقتي بيظهر اقل عشان انا جربت كتير قوي، فخلاص بقيت عارفه ايه اللي انا بحبه وايه اللي مش بحبه. من كام يوم كان عيد ميلاد بنت اخويا، وانا كان اليوم ده كله شغل وعندي حاجات كتير قوي اعملها، وجيت بالظبط على عيد ميلاد، وكان لازم اللي هو كنت مثلا بتمرن، يعني اتمرنت وكان لازم استحمى وكده والبس بسرعه. ففكرت اقول البس ايه. بجد لبست اوتفيت في 5 دقايق، وحطيت روج احمر عشان اللي هو الروج الاحمر ده اللي هو اكتر حاجه ميك اب سهل بيخلي الواحد يبقى شكله عامل مجهود وهو اصلا مش عامل مجهود. حطيت روج احمر، لبست الحزام الاحمر ده، ولبست جينز عليه توب مش عارفه عامل ازاي، وشويه اكسسوارز هوبا يلا بسليبرز بيلمعوا كده، يلا انا جاهزه للعيد ميلاد. بجد ما خدش مجهود بربع جنيه، وكان شكلي حلو، حتى الناس قعدت تديني كومبلمنتس وكده. ده بسبب ان انا بس بجرب كتير وخلاص بقيت عارفه ايه اللي بحبه وايه اللي شكله حلو وايه اللي ينفع. مش لازم كل اوتفيت يبقى واو وتعملي جراند انترنس بيه، او تعمل يعني اللي هو داخله ما حصلتش، بس على الاقل كل اوتفيت هلبسه هيبقى فيرجن من نفسي. رقم 8 دي ناس كتير ممكن تعرضني فيها، مش عارفه هي حاجه مناسبه لكل الناس ولا لا. رايي ان احنا نبطل نمشي ورا الموضه. انا بحب الموضه، ببقى اكسايتد بالفاشن، وبحب ان كل سنه بيبقى في حاجات موضه مختلفه وجديده. الصراحه بطلت اتبع الموضه من ساعه شويه ما بدات اشتري مستعمل، لان اللبس مستعمل هيخليك تطلع بره الكومفورت زون، وهيخليك اللي هو تشوف ايه الموجود تقدر تشتريه فتشتريه، فهو ده يبقى ستايلك. وكل ما الواحد اصلا بيكبر كل ما يحس انه الموضه دي زي دايركتد لفئه عمريه معينه مثلا. مش عارفه انا بس اللي حاسه بكده ولا لا، بس يعني فجاه حسيت انه لا، انا خلاص بقيت بحب حاجات معينه، مش مهم موضه او مش موضه. حلو ان الواحد يفت ان، وحلو ان الواحد مثلا يحس انه الله اللون ده موضه وانا اصلا بحبه، طب انا هلبسه. او الله الموضه دي حلوه قوي، طب ما اجربها. الموضه برضو بتجرب، يعني الموضه مثلا لو انت شخص مش جريء وحابب تلبس حاجه مختلفه بس مش عايز تبقى شكلك مختلف، واللي هو الناس تبص اللي هو تقول ايه ده لابس ايه ده، هتلاقي الحاجه المختلفه الغريبه دي كل الناس لابساها، او يعني ناس كتير لابساها، فهتعرف تفت ان اكتر. دي الحاجه الايجابيه اللي انا بحسها من الموضه، بتخلي الواحد يتجرأ ويجرب. بس الصراحه لو انت عايز يبقى عندك بيرسونال ستايل، بنصحكم يعني تبعدوا شويه عن الموضه. حتى لو بتحبوها ما تخليش كل دولابك موضه، خلي دولابك ممكن 80% انت، ممكن 20% موضه. رقم 9، ممكن اعمل بنترست بوردز او اجمع صور لستايلات انا بحبها. انا اصلا بموت في بنترست. صحيح بطلت من زمان ابن كتير واجمع صور وكده، بس دايما بيبقى هو انسبو بالنسبه لي. وطبعا الالجوريثم بتاع بنترست تحفه، الخوارزميه بتاعت بنترست. انا بقالي سنين بدور في بنترست، بس فخلاص بنترست ده بقى زي عيلتي، بقى فاهمني وبقى فاهم ذوقي وبقى عارف كل حاجه. بصوا انا هحط لكم هنا سكرين ريكوردنج مثلا لبنترست بتاعي جايب لي ايه، حاجات شبهي جدا، حاجات تحفه، حاجات رهيبه. دايما بدخل كده بنبهر، بدخل هو عارف يبهرني ازاي. اخر حاجه انا هقفل النوت بوك دلوقتي. هاف فن يا جماعه، هاف فن. مش عارفه ان كل الناس بتتفق معايا في النقطه دي ولا لا. عادي، في ناس اللبس مش انترستنج بالنسبه لهم، وانا اعرفهم شخصيا. واحده من اقرب اصحابي اللبس بالنسبه لها ده حاجه اللي هو ثانويه جدا، اللي هو حاجه عمليه بتخليني اعيش حياتي، وانا عادي مقدره جدا. مش كلنا بنتخلق بنحب نفس الحاجات، عادي. بس هو اللبس حاجه عامه انترستنج جدا، تول قويه بتخليك
تعبر عن نفسك بيها بتخلي الفيرست امبريشن بتاعك يبقى في صالحك او ضدك. لما حد بيشوفك اول مره يعرف انت مين، مجرد لبسك من غير حتى ما تتكلم، يعرف انت تبريزنت نفسك ازاي، يعرف انت واثق من نفسك ولا لا، يعرف انت مهتم بايه، بالفن، بالثقافه، انت شخص عملي. فهاف فن يا جماعه، ما تكبروش الموضوع، البسوا بجد اللي انتوا بتحبوه، اسمعوا لنفسكم. لو عجبكم ستايل شخص قوي مش معنى كده ان ده الستايل بتاعكم، عادي ممكن تادماير الشخص ده من بعيد وتاخدوا منه الحاجات الانترستنج بالنسبه لكم وتزودوا عليها وتخلوها حاجه شخصيه قوي بالنسبه لكم. ساعتها البيرسونال ستايل هيبان والناس هتبص وهتقول ايه ده، انا شفت البيس دي ففكرتني بيكي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. اعتقد السؤال ده بيتسالي كتير قوي، فكنت حابه اعمل عنه فيديو كده وبين كل الحاجات اللي بتدور في مخي، اساعدكم يعني الى حد ما، انه لو حد لسه مش لاقي الستايل بتاعه او عايز انسبو مثلا. زي ما قلت لكم يعني اللبس بجد ممكن يبسط، ممكن يخلي مود الواحد مختلف. انا ساعات لما ببقى بجد مش مبسوطه خالص وبلبس اوتفيت حلو، مودي بيتغير 180 درجه ولا 360 درجه، مش عارف، ما علينا. المهم يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وباي باي.